يلا بينا نكمل حل أسئلة كتاب المعاصر على lesson 1. احنا هنا في page 32. السؤال بيقول لي هنا from the opposite figure what happens when the piston of each of the three sirens is pressed. عندي هنا 3 sirens، واحدة فيها جاز air يعني جاز، واحدة فيها water يعني liquid، والتالتة فيها fine sand يعني solid. طيب لما هبدأ أعمل هنا pressing on the piston of the siren إيه اللي هيحصل؟ طبعا قلنا إن أنا عندي in case of solid it doesn't compress، مفيش أي compressing هيحصل. أنا عندي solids incompressible، يعني its size أو الفوليوم بتاعها doesn't change، الفوليوم remains constant مش هيتغير in case of solids. طب بالنسبة للليكويد نفس الكلام بالنسبة للسوليد. لما هاجي اتكلم على الكompression يبقى هتكلم على السوليدز زي الليكويدز بالظبط، هقول it doesn't compress يعني its size أو الفوليوم doesn't change و its volume remains constant مش هيتغير. طب بالنسبة للجازز، طبعا الجازز هي الوحيدة اللي compressible، فهقول it compresses يعني its size أو volume decreases و it takes the volume of the container it contains، يعني هتبقى الفوليوم بتاعها takes the new volume after compressing. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي what can be concluded from this activity. ايه بقى ال conclusion from this activity؟ طبعا ان انا عندي solids and liquids have a fixed volume and are not compressible، لكن عندي الجازز don't have fixed volume and are compressible. السؤال اللي بعده بيقول لي from the opposite diagram match A B and C طبعا بالنيتروجين والروك والسي ووتر. يعني ايه؟ يعني هنمشي مع الدياجرام كده ونقول ال A هي النيتروجين ولا الروك ولا السي ووتر، والبي هتكون ايه فيهم والسي هتكون ايه فيهم. طبعا انا عندي هنا النيتروجين يعني جاز، وعندي الروك يعني solid، والسي ووتر يعني liquid. تعالوا نمشي كده مع الدياجرام ونشوف الإجابة. بيقول لي هنا أول حاجة الماتر compressible. طالما compressible الوحيد اللي عندي compressible هو مين؟ هو الجاز اللي هو هيكون مين؟ طبعا هو النيتروجين. يبقى عندي هنا النيتروجين هيكون letter A. طيب هنا عندي بقى الماتر incompressible يعني يا إما solid يا إما liquid. طب have definite shape، مين في دول have definite shape؟ أكيد السوليد، يبقى البي ده هيكون solid، يبقى هيكون مين؟ هيكون الروك، يبقى على طول الروك هيكون letter B. طب doesn't have definite shape، مين ال incompressible و doesn't have definite shape؟ هي طبعا الليكويد matter. عندي liquid هنا اللي هي السي ووتر، يبقى عندي هنا السي ووتر هو اللي هياخد ايه؟ letter C. طيب بيقول لي هنا mention a common property in each of the following A and C. ايه الكومن بين ال A وال C؟ يعني بين الجاز والليكويد. طبعا الاتنين هقول take the shape of the container، دوت اللي مشترك بين الجاز والليكويد. طب بالنسبة للبي اند سي، عايز بين البي والسي، يعني بين السوليد والليكويد. الاتنين ايه؟ الاتنين بيكونوا، طبعا هو مجاوبها لي هنا، الاتنين بيكونوا incompressible، وهقول their volume doesn't change، الفوليوم بتاعهم doesn't change مش بيتغير، وهما incompressible دوت السوليدز والليكويدز. السؤال اللي بعده بيقول لي in the opposite figure a ping pong ball is pressed without breaking it. يبقى احنا هنا عملنا زي ما انتم شايفين كده، مسكنا كورة بينج بونج ورحنا ضغطنا عليها من غير ما نكسرها. What happens to the air inside the ball؟ طبعا عندي هنا the air volume will decrease، يبقى الفوليوم of the air will ايه؟ decrease. طب what can be concluded from this figure؟ ان انا عندي gases or compressible. يبقى احنا هنا المنظر ده بيقول لي ان الجازز are compressible، علشان كده الفوليوم of the air will decrease. السؤال اللي بعده بيقول لي from the opposite figure
The siren contains 10 centimeters of water. عندي هنا 10 centimeters of water and its tap sealed by plug. قفلنا هنا الاوبننج بتاعها ببلاج. What happens to the volume of water when the piston is pushed in؟ ايه اللي هيحصل للفوليوم ده لما هبدأ ان انا اعمل ايه push in، يعني اضغط على البيستن of the siren. طبعا انا عارفة ان انا عندي الفوليوم of the liquid is constant unchanged، لان انا عندي الليكويد بيكون incompressible، غير قابل للايه للضغط. فهقول له الاجابة عندي ايه؟ هقول له its volume remains constant unchanged. طيب بيقول لي بقى هنا ايه؟ بيقول لي replace the water with an equal volume of air. هنشيل الووتر ده وهنحط نفس الفوليوم of air. What happened to the volume of air when the piston is pushed in؟ طيب انا هنا بدل الووتر حطيت air وبدأت برضو اضغط على البيستن of the siren. انا عندي الاير ده يعني جاز، يعني compressible، يعني الفوليوم بتاعه هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيتغير ليه؟ لان انا عندي large interparticle spaces. الانتربارتيكل spaces بيكون very large. فلما هاجي ابدا اضغط على البيستن of the siren ايه اللي هيحصل؟ البارتيكلز هتبدا ان هي تقرب على بعضها والسبيسز هتقل between البارتيكلز، وهيبدا يحصل الفوليوم ايه؟ the volume will decrease. يبقى انا عندي هنا لما بغير الووتر هنا بجاز ايه اللي بيحصل؟ its size او volume decreases. ليه؟ لان انا عندي الانتربارتيكل spaces between البارتيكلز are very large زي ما قلنا. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا the opposite figure shows the path taken by one particle of smoke in air. Explain why the smoke particles moves in this manner. طبعا واضح جدا ان هنا عندي ايه؟ عندي Brownian motion. عندي relatively large particles اللي هي السموك particles، وعندي small particles اللي هي invisible particles of air. بيحصل بينهم continuous collision، عشان كده بيكون المنظر زي ما انتم شايفين في الرسمة دي. يبقى هقول له الإجابة عندي اهو، الإجابة اهي. هقول له as a result of continuous collisions between the relatively large visible small particles with air particles، اللي هي طبعا بنسميها ايه؟ بنسميها Brownian motion. طب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا which of the opposite vessels can hold 180 centimeters cubed of air؟ انه من دولة من الكونتينرز دولة اقدر ان انا احط فيها 180 centimeters of air. طيب نفكر كده، انا عندي الاير compressible ولا لا؟ compressible، يعني لو حطيته فوليوم اكتر منه هياخد الفوليوم اوف ذا نيو كونتينر. السبيس هيبدا البارتيكلز ان هي تبدا ايه؟ يحصل لها سبريدنج وتاخد ذا فوليوم اوف ذا نيو كونتينر. طب لو حطيتها في فوليوم اصغر منه هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها compressing، وهتبدا البارتيكلز تقرب من بعضها، وبرده هتاخد الايه؟ الكونتينر الجديد، وهتاخد الفوليوم بتاع الكونتينر الجديد. يبقى هقول له all vessels can hold 180 centimeter cube، سواء اللي اكبر منه او الاصغر منه. ليه؟ لان انا عندي الاير is a gaseous substance that takes the volume of the container which containing it. It can occupy طبعا 200 centimeters and can be compressed زي ما قلنا to occupy بقى the smaller volumes اللي هو 150 centimeters and 90 centimeter cubed. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا from the opposite figure explain the reason for the diffusion of the dye color in the beaker of water based on the particle theory of matter. ليه حصل diffusion للداي في الووتر بالمنظر ده؟ لان انا عندي الداي particles بتبدا ان هي تتحرك وتدخل في الانتر particle spaces between الووتر particles، فبيحصل الايه؟ الديفيوجن طبعا from high concentration to low concentration. يبقى هقول له due to the motion of dye particles in the interparticle spaces between water particles. طيب يقول لي هنا explain the effect of raising the temperature of water on the speed of the diffusion. أنا عندي relation بين temperature وبين diffusion rate بتكون إيه؟ بتكون طبعا directly proportional. يعني as temperature increases إيه اللي بيحصل؟ diffusion speed increases. هقول له the diffusion speed increases as the temperature rises. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا
The opposite figure represents particles of matter in the three physical states. What is the physical state of matter when it is in state 3؟ طبعا انا هعرفها منين؟ من ال interparticle spaces. باين جدا ان انا عندي دوت هنا الجاز وان دوت solid، يبقى دوت على طول هيكون الايه؟ هيكون liquid. طب بيقول لي بقى explain how the movement of the matter particles determines its physical state. ازاي عن طريق الموشن of the particles دي هقدر احدد اذا كانت solid ولا liquid ولا gas؟ هقول له طبعا in case of solid ال particles vibrate in place، لكن بالنسبة للliquid بتكون الموشن بتكون ايه؟ moderate motion او slide past each other. بالنسبة للجازيوس ماتر بتكون move freely and randomly. ديت الطريقة اللي بفرق بين ال 3 states of matter عن طريق الموشن of the particles. طيب السؤال اللي بعده يقول هنا there are materials that have fluidity and change their shape according to the shape of their container. مين بقى الماتيريالز دول؟ طبعا اللي هي الفلويدز. بيقول what is the name given to these materials؟ هقول له طبعا على طول ايه؟ fluids. على طول هقول له ان دول اسمهم fluids. يبقى عندي هنا الماتيريالز that have fluidity property and change their shape according to the shape of the container على طول هما الفلويدز. بيقول هنا give an example of one of these materials that has the following properties. أول حاجة it has a definite volume and an indefinite shape. يبقى على طول أنا بتكلم على إيه؟ على liquid. هقول له مثلا إيه؟ water. عايز example، هو عايز example على واحد من الفلويدز، بس اللي بيكون ايه؟ بيكون has definite volume، الفوليوم بتاعه definite unchanged و indefinite shape، لكن الشيب بتاعه بيتغير. هيكون على طول بيتكلم على liquid زي مثلا عندي الووتر. طب it has definite volume، it has no definite volume or shape، يعني على طول بيتكلم على مين؟ على الجاز. ممكن اقول له ايه؟ مثلا water vapor، ممكن اقول له oxygen، ممكن اقول له نيتروجين. المهم اقول له اي اكزامبل على اي ايه؟ اي جاز. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا from the opposite table classify all the substances A و B و C according to their physical states. عايز يعرف ال A وال B وال C ال state of each of the following. طيب عندي هنا اول حاجة بيقول لي has definite shape. مين فيهم has definite shape؟ الوحيد اللي has definite shape هو مين؟ هو السوليد. يبقى على طول البي ده solid. طب هذا definite volume، عندي اللي عنده definite volume 2 السوليد وكمان الايه؟ الليكويد. يبقى على طول السي هيكون ايه؟ هيكون الليكويد. لكن بقى اللي has no definite shape و no definite volume هو هيكون الجاز. يبقى عندي هنا letter A هيكون جاز و B solid والسي هيكون liquid. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا why do gases fill in a container they are placed in but liquids and solids don't؟ ليه لما بحط الجازز في اي كونتينر بيملى الكونتينر لكن الليكويدز والسوليدز لا، الفوليوم بتاعهم مش بيتغير؟ بقول له لان انا عندي ال interparticle spaces between gas particles are very large والattraction forces between them بيكونوا very weak. علشان كده they move randomly and freely to take the shape and the volume of the container they contain them. لكن العكس unlike both liquids and solids. يبقى انا كده السؤال ده عايزني ايه؟ عايز اوصف الجازز بارتيكلز، عايزه اقول الانتربارتيكل سبيس شكلها عامل ازاي والفورس اوف اتراكشن والموشن اوف جازيوس بارتيكلز. وكل الاسباب دي بتخليها لو احطها في اي كونتينر take the volume of the new container and fill the new container. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا mention for assumptions about the particle theory of matter. طبعا احنا واخدين 6، هنقول منهم 4. مثلا اقول له matter is composed of very small particles that are invisible to the naked eye. The particles of a single substance are identical but differ from one substance to another. مثلا ال particles of matter store potential energy. مثلا نقول له ال particles of matter have kinetic energy لأن هما طبعا بيكونوا في continuous motion. هنقول أي 4 من ال6 دول. هو عايز 4 بس، طبعا لازم تكونوا عارفين الايه ال6 على بعض. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا fluids move randomly in a phenomenon known as Brownian motion. What is the Brownian motion؟ وكمان what causes the Brownian motion؟ يبقى أول حاجة عايزني أقول إيه هي البراونيان موشن. طبعا إحنا قلنا إن البراونيان موشن هي عبارة عن random movement in all directions.
of relatively large particles. طب ديت بتسبب نتيجة ايه؟ نتيجة ال collisions between ال invisible fluid particles and large particles، زي عندنا مثلا ال pollen grains in water وكمان ال dust in air. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا mention the four states of matter giving an example for each. عايز نقول له ال four states of matter. طبعا عندي ال gaseous state وال liquid state وال solid state وال plasma state. طب عايز example بالنسبة لل gaseous state like ال oxygen ال nitrogen ال water vapor. ال liquids like ال water like ال oil. طب ال solid like ال iron. طب ال plasma like ال lightning. طيب كل دول ايه examples على ال four states of matter. آخر سؤال عندنا بيقول لي هنا when gases are heated to very high temperatures the fourth state of matter is formed. أول حاجة what is the name given to the fourth state of matter؟ طبعا the fourth state of matter هي البلازما state. طيب بيقول what are the characteristics of this state؟ طبعا عندي البلازما state characterized by its high electrical conductivity. السؤال الثالث بيقول لي where can this state be exist؟ طبعا هقول له ان هي موجودة في most of matter in the outer space زي في السن وفي الستارز وكمان في الكوزميك نابيولا وموجودة في اللايتنينج وكمان موجودة في الأورورا. كده انا اكون خلصت اسئله الكتاب المعاصر على lesson 1. لو في اي حاجه مش فاهمينها اكتبوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على الواتساب وهتلاقوا لينك الواتساب موجود عندكم في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا حالا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم الفيديوهات اول ما تنزل، واشوفكم المره الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.